آه، انا اول حاجه بدات السيكوال كورس ده من حوالي سنتين. اكتر حاجه عجبتني فيه طبعا الانستراكتور، يعني مينلي لان انت لما بتيجي تاخد كورس مدفوع يعني او اوفلاين مش اونلاين، بتبقى الادد فاليو الاكبر من حاجه زي كده بتبقى الانستراكتور، ان هو ممكن تساله ازاي ممكن نستخدم دي في حاجه عمليه، إيه اللي بيحصل في الواقع. لان اعتقد ده بيبقى جاب كبيره قوي ان الناس بتبقى عندها علم مش عارف تعمل بيه ايه. فالاسئله دي او الاجابات دي غالبا بتبقى موجوده في كورس. فطبعا الانستراكتور في الكورس كان مهندس ياسر علاء، كان هي كان عنده الحته دي قويه جدا، واي سؤال بنحتاجه او بنحتاج نفهم ازاي نستخدم ده في الشغل او نعمل حاجه معينه كان بيجاوب عليها. غير المتابعه، غير انك ممكن تساله في اي وقت، غير حاجات كتير قوي، غير البروجكتس اللي بتعملها. اول شركه قدمت فيها بعد الكورس كانت من الحاجات اللي وريتها له في الانترفيو، يعني كان البروجكت اللي اشتغلت عليه اثناء الكورس، اللي هو كان اس كيو ال بروجكت كبير بتستخدم فيه حاجات كتيره. والحقيقه اعتقد فرق يعني مع الانترفيور ساعتها، وجت اكسبتد ساعتها في الشركه دي. اكيد انا اصلا اللي خلاني ادخل الكورس، انا كنت من الناس اللي هي مقتنعه بالاونلاين كورسز اكتر، ان انت اونلاين فري كورسز مثلا يوتيوب او كده. ولكن الحقيقه انا كنت من الناس برضو الكثير اللي هو بتبدا حاجه ومش عارف تكملها او بتفضل تطول قوي فيها. غير برضو الحته التانيه اللي كانت ناقصاني، زي ما قلت، ان انت مش عارف بالظبط انت هتعمل بده ايه او تستخدمه ازاي او كده. ففي فرق كبير جدا. يعني انا حتى في حاجه تانيه ذاكرتها اونلاين، ولكن كورس دايما اللي بيبقى مع انستراكتور مش اونلاين مع نفسك بيبقى فارق. فطبعا في فرق كبير. انا كنت بحاول بقالي فتره، ولكن بعد الكورس كنت كونفيدنت ان انا على الاقل اقدم يعني، او ابدا خلاص انا عارف انا بعمل ايه والاستفاده دي هطبقها ازاي. فخلاص انا كونفيدنت ان انا اقدم والحمد لله بتبقى كونفيدنت ان انت اوريدي عملت بروجكت بايدك او حاجه معينه بتاد فاليو معين، فخلاص يعني فاكيد فرق كتير. اقول له والله اول حاجه هيبقى معاك لو مش باشمهندس يعني ياسر، معرفه شخصيه من الكورس يعني. شخص ممتاز جدا وادد فاليو رائعه يعني لاي حد، سواء على المستوى الكورس كتكنيكال او على مستوى البيزنس لو انت عايز تطبق ده في البيزنس، وحتى على المستوى البيرسونال يعني لو عايز نصيحه يعني ليها علاقه بالكارير او اي حاجه يعني. فطبعا يعني جو هيد وخد الكورس يعني، وان شاء الله ربنا يوفقك.